من القواعد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يلا تحملوا أجل ما دامكم صبرتم، تحملوا الله يعينكم، خلاص انتهينا. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فإذا خفي عليك جهة القبلة وصليت العصر إلى جهة ثم تجدد اجتهادك في صلاة المغرب واختلفت الجهة فتصلي إلى الجهة الثانية، هل تغير اجتهادك ينقض ما فعلته بالاجتهاد الأول؟ الجواب لا، تعبد الله بالاجتهاد الثاني، وما مضى من الاجتهاد الأول فهو صحيح، مثل ما قال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فإذا كنت مجتهدا ورأيت أن الطلاق المجموع في لفظ واحد يقع ثلاثا، ثم أفتيت به رجلين فبانت منهما امرأتاهما، ثم تغير اجتهادك بعد شهرين ورأيت أن الثلاث المجموع يقع طلقة، فهل ينقض فتواك السابقة؟ الجواب لا، ذاك على ما أفتيت. خلاص انتهينا. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومن القواعد أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كم رقمها عندكم؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. اعلموا أن مسائل الشريعة إما مجمع عليها أو خلافية أو اجتهادية. المجمع عليها هي تلك المسائل التي ثبت إجماع أهل العلم فيها، الواجب آخذ مقتضى الإجماع والإنكار على من خالف. القسم الثاني مسائل خلافية، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، كمسألة الموسيقى المزيكا، ومسألة تغطية الوجه، ومسألة صلاة الجماعة ثبت خلاف أهل العلم فيها، ولكن الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا يجب الأخذ بمقتضى الدليل وننكر على من خالف. هتقول خلافية؟ لا، في هذه الجزئية ننكر. بقينا في مسائل الاجتهاد، وهي المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين، فهنا كل واحد منا يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده ولا ينكر على من خالف. فإذا قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف فيها إجمال، وصوابها أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهي قاعدتنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن القواعد أيضا لا تجادل